للحديث عن الدور الذي لعبته الكنائس في غزة للتخفيف من معاناة المواطنين ينضم إلينا من رام الله الأب منويل مسلم راعي كنيسة اللاتين في قطاع غزة سابقا. بونا، نقل عنكم أنكم قلتم إذا قصفوا مساجدكم ارفعوا الأذان لصلواتكم من كنائسنا، لماذا قلت ذلك؟ السلام عليكم وتحية لشهدائنا في كل مكان وتحية لمقاتلين ومجاهدين. قلت ذلك لأن الكنيسة ليست ملك المسيحيين والجامع ليس ملك المسلمين، إنما أعطي الجامع للمسلمين ليصلوا فيه والكنيسة للمسيحيين ليصلوا فيها. أما الكنيسة والجامع فهي ملك فلسطين، لأنها حضارة واحدة لشعب واحد، كل منا يبني على هذه الحضارة بما أوتي من الإبداع. الكنيسة وهي دائما كانت عنوان المحبة وعنوان الصداقة مع الشعوب، والكنيسة لها دور كان تاريخي في علاقتها بالإسلام. فحين كان عمر بن الخطاب يدخل مدينة القدس وكان صفرونيس البطريرك هناك، ولم يكن مكان لأمير المؤمنين أن يصلي في جامع، دعاه البطريرك إلى أن يصلي في كنيسة القيامة، مركز المسيحية وقوتها. أنا أجدد هذه الدعوة إلى المسلمين إلى أن يفهموا هذه العهدة العمرية التي خطتها أيدي ناس كبار، لم تكن حدثا عابرا في التاريخ بل كانت مسلك حياة. قال سوفرونيوس الكنيسة للمسلمين، وأمير المؤمنين قال الدين الحنيف الذي آتي به هو للوطن. واحد قدم وطن وواحد قدم دين، والوطن والدين لله، والله كله للمسيحيين والمسلمين على السواء. والآن أنا أجدد هذه الدعوة، أقول للمسلمين هذا هو الموقف، هذه يعني بيوتكم. هذا من حيث مبدأ هذا القول، لكن ما هو الموقف الذي أردت أن تعبر عنه في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من خلال قولك؟ أردت أن أقول بأن المسيحي والمسلم هم في وحدة وطنية، هم هدف لإسرائيل بدون تمييز، هم يحاولون أن يمسوا بجوامعكم وإلى الآن لا يمسوا بكنائسنا. أنا ربما ألفت نظر الناس إلى أنهم يتكلمون عن فتنة، يعملون فتنة بأنهم قادونا إلى حرب أيضا فيها مس في العواطف الروحية. نحن نسمع أن العالم يتكلم كثيرا عن شهداء، عن قتلى، عن جوع، عن عطش، عن كهرباء، ولكنهم لا يتكلمون عن العواطف، عن الحزن، عن الانسحاق، عن إهانة الشعوب، ولا يتكلمون عن العاطفة الروحية. يهدمون المسجد كأن المسجد يعني بيت عادي، المسجد بيت الله، فهم بذلك يجرون إلى حروب دينية، يريدون أن يشعرون بأن الحرب بيننا وبينهم حرب دينية. نحن ليست بيننا وبين إسرائيل أي حرب دينية، نحن لا نكره اليهود لأنهم يهود، وإن كانوا هم يكرهوننا لأننا مسيحيين ومسلمين. أردت أن أقول للمسلمين نحن جزء لا يتجزأ منكم. بونا، في هذا المجال لوحظ بأن الكثير من الفلسطينيين قد احتموا بإحدى الكنائس في قطاع غزة، وكان هناك تساؤل دائما، وربما هذا ما أشرت إليه، إلى أن إسرائيل حاولت إعطاء الانطباع بأنها تدمر مساجد ولا تدمر كنيسة في قطاع غزة. الحقيقة هم ليسوا فقط في الكنيسة، ولكنهم أيضا في مدارسنا، في كنيستنا، في كنيسة الكاثوليك، في مدرسة الرمال، مدرسة العائلة المقدسة حيث عشت، يوجد أكثر من 800 إلى 1000 لاجئ هناك، ونقدم لهم كل الخدمات، ونقدم لهم الكهرباء والماء والغذاء عن يد كاريتاس وعن يد السبيل. نعم صحيح
لكن كنائسنا في السابق قصفت، وبيوتنا قصفت، وكنيستنا قصفت، وأنا كنت هناك وقصفت كنائسنا. لكن ما أريد أن أقول لإسرائيل، وأريد أن أحدثكم بهذه القصة وأعيدها مرات باختصار شديد. حين قصفوا مدرستنا، نعم، حين قصفوا مدرستنا في الزيتون، كنت أنا هناك. أطفال المدرسة ذهبوا لزيارة مدرستهم، عادوا إلى الساحة، تقدم مني فتى صغير بالصف الأول ابتدائي، قال: أبونا، لماذا أنت كذاب؟ ليش أنت كذاب؟ فقلت له: ليش أنا يا حبيبي كذاب؟ قال: أنت قلت لنا أن اليهود لا يقصفون الكنائس، هي قصفوا الكنيسة. قلت لا يقصفون المدارس، هي قصفوا المدرسة، مدرستنا. قلت لا يقصفوا الأطفال، هي قصفونا. إذا أنت أبونا كذاب. وأنا الآن كنت مخدوعا بإسرائيل. نعم، كذابين 100 مرة كذابين. نعم، إسرائيل تقصف المدارس والكنائس. شكرا لا لك. تفرق بين جامع وبين كنيسة، وإن فرقت فهي من أجل خلق فتنة. شكرا لك الأب منويل مسلم، راعي كنيسة اللاتين في قطاع غزة سابقا.